تعالوا أخذكم وياي بمراحل عمل هاي الكيكة، وراح أقول لكم نهاية الفيديو إيش قد كلفتني مواد وبإيش بعتها. طبعا مرحلة من مراحل كل حياة صانع كيك لازم تجي كيكة أول مرة يشتغلها، ممكن تتخيلوها صعبة وتطلع سهلة، بس الأكيد إنه الوقت لازم نحسب له حساب. يعني هاي الكيكة كانت كلش سهلة، لفيناها بورق ويفر على طبقة جناش، وبمسحة مي لزقنا قطع ورق الويفر. يعني كتكنيك مو صعبة، بس كوقت دا تشوفون إحنا 4 بنات واشتغلنا بيها من الصبح تقريبا ل11:30 يلا خلصناها. كلفتني تقريبا 25 ورقة ويفر، يعني ورقة الويفر تطلع تقريبا ب1000 دينار. طبعا نجي على مرحلة الباكجينج، لازم نثبتها كلش زين، حتى القاعدة تكون أثخن، يعني أغلى من باقي القواعد. ماكو باكيت راح يوسع فراح نسوي له تحوير، فهاي الأمور كلها لازم نحسبها بحساب الكيك. من غير كمية القناش اللي أخذته، القلق، يعني أنا لما توصل الكيكة طابقين. الورد طبيعي جبته لازم بنفس اليوم، يعني بس الورد كلفني تقريبا 20,000. أخذت بحدود 7 أغصان جبسوفيليا. العروسة طلبتها بوقت محدد الساعة 12، طلبت وياها قطع مال كيك مثل ما تشوفون عليها ورود همين، الحمد لله لحقنا نخلص وشوكات. بهيجي حالات أنا أطلب تاكسي كريم ديليفري المنقذ مالتي، وطبعا أحط ارتفاع جوا الكيكة على مود تبقى بمستوى عدل وتوصل سلامات، والحمد لله وصلت سلامات مثل ما تشوفون. والزبونة عجبتها كلش. راح أكتب لكم إيش قد السعر بالتعليقات.